طب أنت تعرف الجبنة اللي أول ما تشدها تتحول لخيط كده يفتح نفسك؟ دي حكايتها أقدم من البيتزا بكتير. القصة ابتدت في جنوب إيطاليا في مدينة اسمها كامبانيا. الرهبان هناك كانوا بيعملوا كده جبنة من لبن الجاموس ويقطعوها لقطع صغيرة ويدوها للناس اللي تزورهم. وقتها ما كانوش بيسموها موتزاريلا، كانوا بيسموها موزة. الكلمة الحقيقية بقى موتزاريلا دي اتوثقت أول مرة 1570 في كتاب طبخ مشهور قوي إيطالي. ومن هنا عرفنا إن اسمها جاي من فعل موزير يعني يقطع، وده لأن الجبان كان بياخد ساعتها الجبنة وهي طرية كده ويقطعها بإيده. وكمان بسبب وفرة الجاموس المائي اللي بيتربى في المستنقعات هناك، الجبنة دي انتشرت بسرعة قوي. بعدين هناك اتعمل منها نسخة تانية بحليب البقر لحد ما لقيناها بتلف كل العالم خصوصا على البيتزا. يعني الموتزاريلا اللي ابتدت من رهبان كده صغيرين لسه بيجربوا الجبنة بقت دلوقتي أشهر جبنة مطاطة الناس كلها بتدور عليها في كل حاجة. في الآخر بقى ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان تكمل الحكاية اللي ورا كل أكل تحبوها.